الحقيقة إن الإسلام عمره ما فصل النجاح في الدنيا على النجاح في الآخرة، بل بالعكس ربنا عايزك تنجح في الدنيا ويكون ليك أثر، لكن في نفس الوقت هو إنك تضمن إنك تكون في الجنة في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني لازم تشتغل وتجتهد وتعيش حياتك، لكن في نفس الوقت تخلي نيتك لله سبحانه وتعالى في الأعمال اللي انت بتعملها. طيب ازاي نوازن الكفتين علشان نقدر نعيش الحياة اللي احنا عايزينها وفي نفس الوقت نضمن مكاننا في الآخرة؟ أول حاجة لازم تظبطها هي النية. في أعمال كتير جدا بنعملها في اليوم بتاعنا لو نوينا فيها النية لله سبحانه وتعالى هناخد عليها أجر. انت دلوقتي لو قاعد بتذاكر ونيتك إنك دلوقتي بتطلب العلم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فأنت في كل دقيقة وفي كل وقت هتقعد فيه تذاكر هتاخد ثواب. وأنت دلوقتي لو نازل للشغل بتاعك ونيتك إنك تصرف على أولادك بفلوس حلال هيكون ليك ثواب في كل وقت بيعدي عليك وأنت في الشغل بتاعك. ولو لقيت حد في الشارع والحد ده ساعدته وكانت نيتك لله سبحانه وتعالى هتاخد على مساعدته دي أجر وثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. لازما تظبط نيتك وتوجهها صح في الأعمال اللي أنت بتعملها. تاني حاجة هو السعي بكل قوتك. مفيش نجاح من غير سعي، ودي مش كلمة إحنا بنقولها وخلاص. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. مفيش حاجة هتجيلك وأنت قاعد في مكانك، فاوعى تكسل واوعى تستنى الفرصة تجيلك لحد عندك. تالت حاجة هو لازم تكون متوازن. اوعى تخلي سعيك للنجاح ينسيك علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. يعني ما تنساش تصوم، ما تنساش تصلي، ما تنساش تقول الأذكار بتاعتك. كل الحبال اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لازم أن تكون حبال متينة وحبال قوية. رابع حاجة: النجاح مش ليك أنت بس. أعظم الناس الناجحين في الدنيا هم اللي كانوا ليهم أثر في غيرهم، حتى لو الأثر اللي سابوه ده أثر بسيط. فساعد حد، علم حد، طول ما انت عندك حاجة تقدر تديها لحد تاني يستفيد بيها فما تبخلش بيها على أي حد. بعد ما هتعمل الحاجة دي ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهيرزقك إنك دلوقتي بتسعى لتطوير الناس وبتسعى إنك تقدم حاجة للناس هم يستفيدوا بيها ويكون ليها أثر في حياتهم. في الآخر افتكر إن النجاح الحقيقي لما تقابل ربنا وانت راضي عن نفسك وانت عامل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ده طبعا بعد ما عشت حياتك في الدنيا وحققت احلامك وعملت كل اللي نفسك فيه. الدنيا بالظبط عاملة زي الارض بنزرعها علشان نيجي نحصدها يوم القيامة، بيكون لينا حسنات نقدر نقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى. فازرع في الدنيا صح علشان تحصد في الآخرة نجاح يعيش معاك للأبد. لو عجبك الكلام متنساش طبعا تشاركه مع حد ممكن يستفيد بالكلام ده، وهستنى تعليقاتكم بإذن الله. احكي لنا عن الحاجات اللي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى أكتر واللي يكون ليها أثر في حياتنا، عشان لو حد شاف التعليقات يقدر يستفيد هو كمان. ده أثر بسيط الناس بتسيبه علشان في ناس تستفيد بيه بعدين، فما تبخلش على حد بثواب أو بمعلومة يقدر يستفيد بيه. حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.